السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل وصفه حلوه قوي. لو عندك كبد وقوانص جربي الطريقه دي، بجد هيفوتك كتير لو مجربتهاش. حلوه جدا جدا، مش هتحسوا ابدا باي ريحه زفاره. الناس اللي بتشكي طول ما بتيجي تعمل الكبد والقوانص بيكون ريحه زفاره كده فيها، لا، بعد الفيديو ده ان شاء الله انسي ريحه الزفاره في الكبد والقوانص. وكمان كده هنعمل لها طشه هتوديها في حته تانية خالص. عايزه لكم هتقلب الطعم، مش هتبطلوا ابدا تعملوها. سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومقدرها ان شاء الله في البيت، حتى التوابل بتاعتها مفيش اسهل منها. يلا بينا نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المقادير سهلة جدا. معايا اول حاجة معلقة كبيرة من الثوم المفروم، واربع حبات من الفلفل الرومي الاحمر. ده مش فلفل الوان ولا حاجة، واحنا كده بننقي الفلفل الاخضر بيكون معاه فلفل احمر، فهو ده. كمان معايا اربع حبات من الفلفل الرومي الاخضر، غسلته كويس جدا وبقطعه شرايح رفيعة. ممكن تقللوا او تزودوا الكمية، ده زي ما انتوا حابين. ومعايا اربع حبات من البصل يكونوا كده متوسطين، وبقطعه كده شرايح رفيعه زي الفلفل بالظبط. برضو البصل ممكن تقللوه او تزودوه الكميه اللي انتوا حابينها. بعد كده جبت الفلفل الرومي وقطعته عشان هضربه في الكبه، او ما عندكيش كبه اضربيه في المطحنه او الهون زي ما انتوا حابين. وحطيت كده معاه الثوم وهفرمه كويس جدا لحد ما ينعم معايا. وده كده بيكون شكله بعد ما ضربته في الكبه. بصوا شكله عامل ازاي. هركنه بقى على جنب ونشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا كمية من الكبد والقوانص، أي كمية، يعني الوصفة دي ملهاش مقادير معينة. هنا بصوا أنا كنت مجمعة الكبد والقوانص. أنا كنت كل ما أجيب فرخة بشيل الكبدة والقوانص بتاعتها لحد ما جمعت الطبق ده، تبقى حلوة جدا. ما عندكيش ممكن تجيبي نص كيلو أو كيلو إلا ربع، الكمية اللي انتوا حابينها. بغسلها بقى كويس جدا. بصوا انا بوريكم ان في قنصه كبيره وقنصه صغيره، ده عشان كان حجم الفرخه، يعني على حسب حجم الفرخه فهتلاقوا كده مقاسات غريبة. اهم حاجة بقى بنغسلها كويس جدا. انا بغسلها ازاي؟ الاول بشطفها، بعد كده بنقعها في مية وملح، يعني شوية مية كده يغطوا الكبد والقوانص، ومعلقة ملح ومعلقة سكر، وبحط معاه كده شوية ليمون. ما تحطوش خل عشان ما يهريش الكبدة. بعد كده بنقعها شوية، وبعد كده بغسلها تاني بالمية وبالدقيق، يعني عايزاها تنضف خالص وما يكونش فيها اي ريحة زفارة. كمان الكبدة بيكون فيها كده تجمعات دموية، لازم تشيلوها كويس جدا. هنحضر بقى طاسة أو حلة أي حاجة عندكم، وحطيت كده كمية من الزيت، وأول ما بيسخن معايا بنزل أول حاجة بالكبدة. أنا بديها كده صدمة علشان ما يكونش للكبدة أي ريحة أو أي طعم للزفارة. الخطوة دي مهمة جدا جدا. أول ما هتلاقوها كده ابتدت إن هي تاخد لون من تحت، هبتدي إن أنا أقلبها الناحية التانية عشان برضو تاخد لون من الجنب التاني. بعد كده هنحط بقى رشة كده من الفلفل الأسود. بس الأول بصوا أنا بقلبها الأول، بوريكم إن أنا بقلبها الأول وبعد كده بحط الفلفل. بعد ما شوحت كده الكبده، انا سويتها تقريبا 3/4 سوا، ببتدي ان انا اشيلها كده من الطاسه واقول لكم هنعمل ايه. هي يا جماعه 3/4 سوا، مسواش سوا كامل. في نفس الطاسه وبنفس الزيت هبتدي ان انا انزل بالقوانص، وزي ما انتم ملاحظين كده انا ما قطعتش القوانص ولا الكبد، لان القوانص هتكش، فانا لو قطعتها بتصغر خالص ما بتبقاش باينه. وكمان لو قطعتوا الكبد هتلاقوها اتهرت معاكم. فسيبوها كده سليمه وبتستوي وبتكون حلوه جدا. بعد ما خدت لون كده من الجنب، ابتديت اني قلبتها الناحية التانية واديت برضو شوية رشة فلفل اسود، وبشوحها كويس جدا كده، بقلب فيها لمدة دقيقتين لحد ما اتأكد كده ان هي خدت لون. بعد كده بنزل بقى بكل كمية البصل وهقلبهم مع بعض لحد ما البصل يدبل معايا. انا مش هحمر البصل ولا اي حاجة، بس مجرد ان هو يدبل كده، وهوريكم شكله دلوقتي. بصوا كده خلاص البصل دبل معايا. هبتدي بقى ان انا انزل بنص كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، وبغطي عليها النار تاخد غلوه، وبعد كده اهدي عليها النار واسيبها لحد ما تستوي القوانص. الميه اللي احنا حطيناهم دول عشان يسوي معانا القوانص. بعد بقى ما استوت معايا القوانص واتاكدت ان هي استوت، بصوا هتلاقوا الصوص كده قصر معاكم وتقل والبصل اتكرمل. عايزه لكم الريحه فظيعه. هبدا بقى ان انا ارجع الكبد لان احنا مسوينها 3/4 سوا، واديها كده تقليبه معاها. وكمان هحط معلقة صغيرة من الثوم وهو ني بيدي ريحة وطعم حلو جدا جدا، بجد الريحة فظيعة. وبقلبه كده وبرضه بغطيه تاني وبسيبه يعني شوية كده، تقريبا 10 دقايق كده تاني لحد ما اتأكد ان الكبد معايا استوت. بعد ال10 دقايق الكبد خلاص كده استوت معايا. هبتدي ان انا اضيف البهارات. حطيت يعني نص معلقة صغيرة من الملح، والملح ده بيكون حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبرة، ورشة قرفة. بقلب بقى كويس جدا، الريحة طالعة خطيرة.
في الاخر خالص بقى هنزل بكل كمية الفلفل، مجرد بس ان انا هقلب لمدة دقيقة واطفي عليه النار. انا مش عايزة الفلفل يدبل خالص، انا عايزة يكون كده الفلفل مصحصح وفيه قرقشة كده. بصوا كده خلاص بقت جاهزة معايا والريحة تحفة. هطفي بقى على النار. على فكرة ممكن تاكلوا كده الكبد القرنص هي جاهزة وحلوة جدا، بس احنا هنزود لها كده طشة هتوديها في حتة تانية خالص. جبت طاسة حطيتها على النار، والزيت اللي انا قلتهولكوا دوت ده اللي نزل من الكبد القرنص، لان انا كنت سايبة في القرنص دهون فنزلت معايا دهون مع الزيت اللي انا حطاه. لو انت ما لقيتش عندك دهون في الطاسة خلاص حطي شوية زيت تانيين، بس انا بصراحة يعني صفيته عشان قلت ما ازودش كمية الدهون. ممكن على فكرة تحط مع الزيت معلقة سمنة، لا معلقة دهن او معلقة ليا، بتدي طعم حلو قوي. اهم حاجة اول ما يسخن كده الزيت هنزل عليه بالفلفل الرومي الاحمر اللي احنا ضربناه مع بعض كده مع الثوم في الكبة، وهبتدي ان انا اشوحه يعني تقريبا دقيقتين 3 دقايق. الريحة بقى طالعة كده حاجة قمر. لازم تجربوها بجد هتعجبكم جدا جدا، مش هتحسوا ابدا بزفارة للكبد والقوانص، ولو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. بصوا بقى الريحة والشكل عامل ازاي تحفة. طبعا الكبد والقوانص مستوية، بنزل بقى عليها كل كمية الطشة اللي احنا عملناها. انا حطيتها بس على النار علشان تسخن معايا تاني، بسخنها كده وخلاص بطفي عليها النار. هي جاهزة معايا، الريحة تحفة. بصوا بقى شكلها عاملة ازاي والالوان، فلفل كده مش دبلان مصحصح، والطشة فظيعة. كده خلاص بقت جاهزة معانا. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الريحه حلوه جدا جدا جدا، والكبد والقرنص مش هتحسوا ابدا باي ريحه للزفاره. الناس اللي بتقول ان الكبد والقرنص بيكون فيها زفاره، لا جربوا الطريقه ديت بنفس الخطوات والمقادير، ان شاء الله تاخدوا احلى نتيجه وتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا بقى الكبد والقرنص عامله ازاي تحفه، والصوص كده معاها حاجه كده خطير. بصوا بقى عامله ازاي. كمان عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تغمسوها كده بالعيش وتعملوا جنبها طبق سلطه، بتكون تحفه، وشويه بطاطس محمرين، او ممكن تعملوا معاها رز اصفر. يعني وجبه سهله وبسيطه ومش مكلفه، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي وهتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. بصوا بقى هتلاقوا من جوه كده الكبده مستويه. بصوا مش مستحيل تاكلوا بقى كده معاها الصوص، يا سلام. بصوا عامله ازاي تحفه. بجد وصفة جميلة جدا. لو في موبايلات كده بتوصل الريحة للبيوت كنت عايزة اوصل لكم الريحة، بس انا متأكدة ان شاء الله انتوا تعملوا الوصفة ديت وانتوا هتحسوا باللي انا بقوله ده. بصوا ما شاء الله الكبد مش مهرية ولا اي حاجة، والقناصة مستوية وزي الفل. هتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتشوفوا الوصفة وتجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه. وياريت لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة مطبخ أسهل وصفة مع زينب، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. وما تنسوش بالله عليكم حبايب قلبي تعملوا لي لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.